الفترة دي من أصعب الفترات اللي بنمر بيها في المجتمع، وبقى بيحصل حاجات جوه البيوت محدش بيشوفها، بس بتوجع. أيوة، بتوجع بصمت. ومش لازم الخناقة تبقى بالصوت العالي، ولا الكسر يكون في الأثاث. أوقات الكسر بيكون في الروح، في القلب اللي تعب من كتر التحمل، في الظهر اللي انحنى من كتر المسؤولية من غير ما حد ياخد باله. وعلشان نفهم إزاي نعدي المرحلة الصعبة دي، قهوتك الجميلة وتعالى، علشان في كلام مهم لازم تسمعه. في بيوت كتير اتغيرت فيها الأدوار بهدوء كده ومن غير ما حد يحس. الراجل ما بقاش الراجل بتاع زمان، مش علشان عايز يبقى كده، لكن لأن الدنيا بقت صعبة عليه. ضغوط الحياة، غلاء المعيشة، وقوانين بتكبل إيده. كل ده ومطلوب منه يصرف، يسمع، يطول باله، ويضحك ويطمن. وممنوع يضعف، وممنوع يشتكي، وممنوع يتكلم حتى عن اللي جواه، وهو جواه نار بس مش قادر يطلعها، ويتوجع لوحده في صمت. ولو اتكلم يتقاله انت راجل ما ينفعش تشتكي، ولو سكت يبقى مش راجل ومش فارق معاه. فبيختار يسكت، مش ضعف منه، لكن ده بيكون حرص، علشان بيخاف يخسر بيته، مراته، أولاده، واحترامه، وصورته اللي تعب سنين يبنيها. وفي المقابل الزوجة من كتر ما شافت سكوت ومن كتر ما اتحملت، حست إنها لو ما خدتش حقها بنفسها مش هتاخدها، فبقت هي اللي بتقود، هي اللي بتتكلم، هي اللي بتحسم، وهو ساكت. ساكت مش علشان مش فارق معايا، لكنه بيحسب كل كلمة وكل خطوة، بيوازن بين كرامته وبين إن البيت يفضل قائم. المشكلة مش في الراجل ولا في الست، المشكلة في اللي بين الاتنين، في المسافة اللي كبرت، في الكلام اللي ما تقلش، في العتاب اللي تخزن وتحول لصمت مر. البيت مش مكان نوم وأكل، البيت حضن، سكن، أمان. وكل ما فقدنا ده، كل ما تحولت البيوت لسجون صامتة. محتاجين رجالة تكون حنينة من غير ما تفقد هيبتها، وستات تكون قوية من غير ما تخلي الراجل يحس إنه مهمش أو ملوش قيمة. محتاجين شراكة مش منافسة، محتاجين ود مش سيطرة، محتاجين نسمع بعض من غير ما نحاكم، نحضن بعض من غير شروط. المركب لو غرقت مش هتغرق بطرف واحد، لأ، هتغرق بالكل. مشكلتنا إن كل حد مستني التاني يبتدي. الراجل بيقول هي اللي اتغيرت، والست بتقول هو اللي سكت وسابني لوحدي. لكن محدش بيسأل نفسه، هو إحنا ليه بقينا خصوم؟ ليه نسينا إننا كنا يوما ما أصحاب وعيون بتشوف الحلم سوا؟ ممكن الكلمة الحلوة ترجع قلب، وممكن الحضن الصادق يمسح تعب سنين، بس لازم نرجع نصدق في بعض، نرجع نحس بأمان جوه العلاقة، مش خوف من الرفض أو الإهانة أو التجاهل. البيت اللي ما فيهوش أمان عاطفي حتى لو مليان أكل وشرب فهو ناقص، ومفيش إنسان بيقدر يعيش ناقص للأبد. لو وصلت لحد هنا فأنا متأكد إنك حاسس بكل كلمة. خد لحظة، فكر. لو كنت راجل اسأل نفسك آخر مرة احتويت فيها مراتك كانت إمتى؟ لو كنت ست اسألي نفسك آخر مرة حسيتي فيها جوزك إنه سندك كانت إمتى؟ ولما تلاقوا الجواب ابدأوا من هناك. وفي الآخر لو الكلام ده حرك فيك إحساس، اشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وخلي دايما في قلبك مساحة تسمع بيها، لأن دايما في كلام لازم تسمعه.